يسعد أوقاتكم مستمعي ومتابعي بوير اف ام في هذا اللقاء الخاص والحديث عن موضوع مهم وهو الوقاية من الانتحار. هذا الموضوع الذي لا زالت الجهات العالمية تدق ناقوس الخطر وتشدد على ضرورة أن تبقى الجهود مستمرة لتحسين الوعي برعاية وإنتاج من منظمة دولية. نقدم لكم هذه الحلقة من وراء المايك، معكم شيف حسن، ويسرنا أن نستضيف في الاستديو للحديث أكثر حول هذا الموضوع الأخصائي النفسي دكتور جمعة الأحمد. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحك، تحياتي إليك ولجميع السادة المتابعين، وإن شاء الله نكون نوصل رسالة مفيدة للجمهور حول موضوع شائك ومؤشر خطير صراحة بالمجتمع، هو موضوع الانتحار. نعم دكتور. بداية دكتور، لماذا التحدث حول هذا الموضوع مهم؟ سؤال جميل، خصوصا قبل ما نتكلم عن التعاريف وعوامل الخطورة والأسباب. لماذا نتكلم عن موضوع الانتحار بخطاب مفتوح وبعيد عن الوصمة والخوف من التكلم حول هذا الموضوع بشفافية وحساسية كذلك؟ نعم. لأنه هناك مؤشرات خطيرة صراحة، إحصائيات عالمية تتكلم عن نفسها حول زيادة ونسب الانتحار في العالم، سواء كان في دول العالم المتقدم أو في الدول العالم ذات الدخل المنخفض، والتي خاصة التي تعاني من الكوارث، ويلات الحروب والنزوح والفقر والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية. هناك مؤشرات خطيرة صراحة. يعني هناك مليون تقريبا حالة انتحار سنويا في العالم. 3/4 هذه الحالات تحدث في البلدان ذات الدخل المنخفض. نعم. طبعا راح أتكلم عن إحصائيات بشكل أكبر. نعم دكتور. في الأسئلة المقدمة. كذلك موضوع الانتحار بحد ذاته يعني هو يعني الموت، يعني هو استهدف أعز ما يملك الإنسان. صحيح. وأقدس حقوق الإنسان وهو الحياة. نعم دكتور، على ماذا يركز جهود الفعاليات الدولية والعالمية هذه السنة؟ ذروة جهود العالمية والمنظمات الدولية برعاية منظمة الصحة العالمية والرابطة العالمية لمنع الانتحار هو اليوم الاحتفال باليوم العالمي لمنع الانتحار والوقاية من الانتحار في 10 سبتمبر أيلول في كل عام. طبعا هنا يمثل ذروة تكثيف الجهود والإمكانيات في نشر الوعي والثقافة حول موضوع الانتحار، إلغاء صفة الحظر والوصمة حول موضوع الانتحار، التشجيع على خطاب مفتوح، كذلك تشجيع المنظمات والعمل الإنساني في كل المجالات الصحية الطبية والنفسية كذلك. يعني الفترة الأخيرة أصبح أقسام الصحة النفسية مرافقة وموازية للأقسام الطبية في المستوصفات العاملة. جميل جدا. وهذا شيء صراحة يعطي بصيص أمل في إلغاء الوصمة حول موضوع الصحة النفسية بشكل عام. نعم، كتير مهم هالنقطة. سأذكر لك دكتور بيان منظمة الصحة العالمية حول اليوم العالمي للوقاية من الانتحار. في جزئية منه يشير البيان بأن السلوك الانتحاري هو مشكلة صحية عامة رئيسية، ويجب التصدي لها من خلال إذكاء الوعي وتعزيز الخطاب المفتوح حول هذا الموضوع المحظور. هنا ما المقصد والدلالة برأيك دكتور؟ يعني لفت نظري مسألة الجملة التي تشير بأن هناك خطاب مفتوح وموضوع محظور. نعم صحيح. بالنسبة لآخر 3 سنوات أو 4 سنوات أصبح شعار اليوم العالمي لمنع الانتحار هو تغيير السردية حول موضوع الانتحار. نعم. تغيير النظرة والخطاب تجاه موضوع الانتحار. لابد أن نفتح حوارات بناءة وصادقة وشفافة حول هذا الموضوع، نلغي عنه صفة الحظر والوصمة المرتبطة. يعني كان سابقا في خوف من مناقشة موضوع الانتحار، كونه يرتبط بموضوع الوصمة والخوف من العار. أو الخوف أنه نتناول هذا الجانب، أنه نحن راح نشجع على هذا الموضوع. ثقافة مجتمعية سلبية. صار ثقافة شعبية سلبية تجاه هذا الموضوع. هو السائد والاضطرابات النفسية بشكل عام صراحة. نعم دكتور. فتعزيز الخطاب المفتوح يعني إلهام الأفراد والمجتمعات المؤسسات لإنشاء حوارات مفتوحة وبناءة وصادقة حول موضوع الانتحار. تشجيع منظمات العمل الإنساني على إنشاء جلسات ودورات مفتوحة. كذلك المؤسسات المحلية. كذلك تشجيع الأفراد الذين حاولوا سابقا، عندهم محاولة انتحار سابقة، على مشاركة تجاربهم مع الآخرين، سواء كان عن طريق الإعلام أو عن طريق منظمات
أو عن طريق الجلسات والحوارات. نعم دكتور، هلا لماذا أصبح يمثل مشكلة ومؤشر خطير عالميا ومحليا؟ هناك إحصائيات تريد أن تشاركها مع نعم، المتابعين؟ الصراحة يعني اليوم العالمي لمنع الانتحار هو الوقاية من الانتحار، مبني على أساس الوقاية، وكلمة بالضبط. السر هي الوقاية، هو الوعي ونشر الثقافة، مبني على الخوف أو الإحصائيات المرعبة صراحة للانتحار. للأسف. إيه للأسف. فهناك مليون مثل ما حكينا، بإحصائيات 800,000 إلى مليون نعم. نسمة في العالم سنويا في ازدياد، ينتحرون انتحار كامل. في ازدياد دكتور، لأنه ازدياد. كان بيان منظمة الصحة العالمية قبل عدة سنوات كان يشير ل 700,000. نعم، الآن تشير لمليون، فإذا طبعا هاي هناك الإحصائيات تزايد الموجودة، في الأعداد. هاي الإحصائيات الموجودة حاليا. نعم. يعني في بلدان ليس لديها بيانات أو إحصائيات كاملة، ليس يعني هاي البيانات المعلنة فقط، رصد يعني نقدر نقول إنه حالة كل 40 ثانية تنتحر سنويا في العالم. نعم. كامل، انتحار كامل يؤدي إلى إنهاء الحياة كل 40 ثانية. كل 40 ثانية هناك حالة. الأصعب من هذا يعني المرعب إنه كل حالة انتحار كاملة يقابل 20 حالة محاولة انتحار. نعم. يعني هناك 20 مليون محاولة انتحار سنويا. نعم. في العالم. طبعا يعني نسب مرعبة، 3/4 هاي الحالات تحدث في الدول ذات الدخل المنخفض. نعم. يعني لا يعني أنه ما يحدث في الدول المتقدمة، ولكن أيضا يحصل في الدول. نعم، هناك مؤشرات تشير حالة انتحار تحصل في جميع الأعمار. أن هناك حتى في الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية، قرأت بعض البحوث التي أشارت بأن هناك ازدياد على الرغم من التطور التقني والتطور الاجتماعي والثقافي الموجود هناك. المسألة ربما يتعلق بأمور أخرى سنتناولها ضمن هذه الحلقة، ولكن دكتور قبل ما نتناول هالأوجه المهمة لهالموضوع، لو نوضح للمتابعين والمشاهدين بعض المفاهيم، الفكر الانتحاري، السلوك الانتحاري، وأيضا هناك مصطلح يسمى بإيذاء الذات غير الانتحاري. نوضح هذه المفاهيم والفرق بينها بعجالة. تفضل. تماما، نحن ذكرنا قبل شوي محاولات الانتحار والانتحار، فلا بد من تعريفه صراحة. تمام. يعني الانتحار، أول شيء الانتحار هو يعني فعل أدى إلى إنهاء الحياة، فعل الشخص لإنهاء حياته. يعني هو تعريف المعرف، يعني الانتحار هو الموت الكامل، ولكن نتيجة أذية الشخص لنفسه بقصد الموت وهو متعمد. طبعا ممكن يؤدي إلى الموت بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر لاحقا، حسب الوسيلة أو الآلية التي استخدمها الشخص المقدم على الانتحار في الانتحار. للأسف طبعا يعني نتناول الموضوع انتحار صراحة بحزن وتعاطف، يعني موضوع ولكن يعني يجب أن يكون هناك توعية. ممكن نتكلم عن محاولات الانتحار. يعني هو انتحار غير مكتمل، يعني هي محاولة إيذاء للنفس بقصد الموت. أوكي، بقصد الموت، ولكن لم يؤدي إلى إنهاء الحياة بسبب أو بآخر. شاءت الأمور أنه تكون تم إنقاذ هذا الشخص. نعم. هذا المحاولة انتحار غير المكتملة. لما نتكلم عن الأفكار الانتحارية، صراحة الأفكار الانتحارية هي بداية السلوك الانتحاري، هي بداية السلسلة. نعم. يعني هي نوايا الشخص مع نفسه، تكلمه مع ذاته، انهماكه الشديد في الأفكار حول الانتحار، حول الشعور بالذنب، نقص تقدير الذات. يتكلم مع نفسه أن سأقتل نفسي، أنا تبقى في سياق الأفكار، أنا سأتخلص من حياتي، أنا حاليا أعيش بأزمة شديدة جدا. ممكن هذه النوايا يتكلمها مع أشخاص حاليا محيطين به، أو إذا كانت بأفضل الظروف يراجع مراكز صحية نفسية. نعم. هذه النوايا ممكن تكون ضمن صورة يعني اضطرابات نفسية عامة، ممكن تكون بسبب ضغوط نفسية حادة. نعم. هذه النوايا أو الأفكار الانتحارية ممكن تؤدي إلى خطة، إلى إنشاء خطة يعني لانتحار، وهي الفترة التي تسبق أن يكون هناك فعل حقيقي. أيوة يحدث. ممكن تؤدي إلى مفعول خطة، وممكن تؤدي إلى محاولة انتحار. ولكن يعني أسف يعني أنه ليس كل الأفكار الانتحارية تؤدي إلى الانتحار، لكن هناك نسب عالمية
كبيرة صحيح. جدا صراحة. وهذا ما أشار إليه. بس لكن أفكار انتحارية مؤشر خطير. نعم دكتور، وما يثبت هذا الكلام مسألة أنه في كل ثانية هناك 40 محاولة. نعم. ولم تنجح تلك المحاولات. تماما. دكتور، إيذاء الذات غير الانتحاري، ما الفرق بينها وبين الفكر والسلوك؟ تماما، سؤال جميل، لأنه موضوع الإيذاء الذات غير الانتحاري هو معزول عن السلوك الانتحاري بشكل كامل، لأنه هنا لا يوجد قصد للموت، لا يوجد قصد لإنهاء هو ربما الحياة. هروب من الواقع. هو هروب من الواقع. يظن الشخص أنه يهرب من الواقع أو يخفف عن ألمه بإيذاء النفس عن طريق خدوش أو حروق. نعم. أو زيادة مادة الإدمان، أو ممكن أي وسيلة. نعم. إيذاء ذاتية. إذن هنا لا يقصد منها الموت. لا يقصد نعم. منها قتل نفسه، ولكن يقصد منها تخفيف الهروب. عبائه والهروب. نعم. ولكن يعني إيذاء النفس غير الانتحاري نعم. ينظر إليه كعامل خطر صراحة. نعم دكتور، للإصابة بالسلوك الانتحاري هو عامل خطر. لنتناول ولكن هو ليس سلوك انتحاري. نتناول هذه النقطة المهمة. نعم. ومسألة أنه كيف تتغذى هذه الدوافع والأفكار دكتور؟ هل هناك عوامل خطر؟ وما الأسباب التي قد تؤدي أن يقدم الشخص على إنهاء حياته؟ نعم. صراحة الأفكار والسلوكيات الانتحارية تتغذى يعني أو على مشاعر اليأس والضيق النفسي الشديد، على مشاعر الحزن المؤلم جدا. يعني الشخص فقد القدرة على رؤية ذاته، على التكيف، على التأقلم، على النظرة للمستقبل. يعني يمثل انهيار حاد بمنظومة التوازن النفسي الداخلي. نعم. خاصة إذا ما توفر بيئة محيطة له وداعمة صراحة. نعم. يعني هنا البيئة الداعمة كصديق، أب، أم، أهل. البيئة الداعمة هي الأساس. فصراحة هذه الدوافع والسلوكيات تتغذى على المشاعر اليأس الناشئة من ضغوط نفسية شديدة أو اضطرابات نفسية. تماما دكتور. وخاصة مثل ما حكينا بالدول أو البلدان ذات الدخل المنخفض تعاني من تنمية اقتصادية سيئة، تعاني من كوارث الحروب والنزوح والفقر. البيئة التي عشنا فيها هي أحد عوامل الخطورة. نعم. الحرب ويحدث في الدول المتقدمة، ولكن يعني يرتبط أيضا بالتنمية الاقتصادية الضعيفة والواقع الاجتماعي والواقع الاجتماعي والثقافة والوعي. نعم. إذن من عوامل الخطورة مسألة الظروف، الاضطرابات، الأزمات، المشاكل الصحية أو النفسية أو الجسدية اللي ممكن تؤدي إلى اضطرابات وحزن. ما الأسباب دكتور، إذا بدنا نتناول الأسباب اللي ممكن تدفع الشخص لينهي حياته أو يفكر بهذا الشيء؟ أسباب السلوك الانتحاري يعني ما يمكن النظر لموضوع أسباب السلوك الانتحاري بشكل معزول. يعني هو مجموعة عوامل متعددة ومعقدة ومتداخلة. نعم. يعني نفسية، اجتماعية، ثقافية، بيولوجية، وراثية، اقتصادية. يعني مثلا موضوع النفسي، الاضطرابات النفسية الشائعة، القلق، الاكتئاب، اضطراب ثنائي القطب، اضطراب الشخصية الحدية. يعني هذه المواضيع يعني عامل خطر رئيسي تماما للسلوك الانتحاري. موضوع كمان بيولوجي يتعلق بكيميائية الدماغ. يعني هذا موضوع شوي يعني أكاديمي أكثر، إنه كيميائية الدماغ يتعلق بكثير من الأمراض النفسية، والتشخيص باضطرابات وتشخيص الاضطرابات النفسية. نعم. هلا وراثي، يعني دائما إذا كان في قصة عائلية إيجابية لمحاولات انتحار سابقة عند أحد الأقارب قد يكون عامل خطر. نعم. فهي مجموعة عوامل متكاملة ومعقدة. نعم دكتور. تؤدي بمجملها إلى حالة انتحار. يعني أحيانا حالة الانتحار لما تحصل ما في دراسة على الموضوع. للأسف نحن نسمع أنه انتحروا فقط. لا زالت هناك بحوث تستمر بالبحث بس هو ما رجع حول الأسباب والعوامل، لأن الجانبين متداخلين بشكل كبير. يعني أحيانا تتناول عامل خطر بيكون هو ممكن مسبب، وبنفس الوقت المسبب هو عامل خطر. صحيح. ولذلك فالموضوع متشعب جدا. دكتور، هل هناك علامات أو إشارات للتفكير أو السلوك الانتحاري بأشكاله المتنوعة، وهل تختلف هذه الأعراض من شخص لآخر؟ صراحة هنا نقطة الحل، وهي نقطة الوعي والموضوع حول موضوع الانتحار. يعني إنه الإشارات التحذيرية أو العلامات التحذيرية هي إشارات استغاثة يرسلها الشخص. هناك إشارات يرسلها بالعادة الشخص المنتحر هو لا يقدم على الانتحار بشكل عازم 100%. هو متردد، واتخذ هذا الحل بشكل أخير
نتيجة انهيار ظروفه واعتقاده بنفسه أنه أنا لم أعد أستطيع التكيف نعم. مع وضعي. علامات التحذيرية يعني هي علامات يجب أن الأهل والبيئة المحيطة، المؤسسة المحيطة، بيئة عمله، لازم تمثل جرس انذار لمراجعة أقرب مركز صحي نفسي، لأنه نعم. في كوادر مدربة صراحة، يعني هناك كوادر مدربة للتعامل مع كل الحالات. طبعا الخط الأول هو البيئة الداعمة صراحة، الأهل تماما. والصديق العلامات التحذيرية ممكن نتكلم عن اليأس الشديد، ضيق النفسي الشديد، عزلة، مريض كان اجتماعي، عزلة تامة ومستمرة ومؤثرة على حياته اليومية. أفكار انتحارية حالية، ممكن هو أفكاره حكاها مع أي شخص محيط له. دكتور ممكن يكون في إشارات كلامية، ممكن إشارات كلامية، رسائل توديع أو رسالة مكتوبة. طبعا مو كل الحالات انتحار، يعني هناك 1 من أصل 6 يتركون رسالة انتحار. دكتور ليس الكل يترك رسالة. دكتور، النقطة المهمة الهامة جدا اللي أشرت لها في بداية الجواب، مسألة أنه دائما الشخص اللي بيفكر بهذا الأمر بإنهاء حياته يكون متردد حتى اللحظة الأخيرة. صحيح. هنا هذا الشخص يريد استغاثة. نعم. لأنه غير قادر على إدارة المشاعر أو الرغبة لديه بإنهاء حياته. فكتير مهم يكون في رصد من المحيط، سواء كان أهل أو مؤسسات أو مدارس، للأشخاص اللي عندهم هالإشارات، سواء كانت الكلامية أو التحذيرية أو النفسية. صح. لأن هي نقطة كلمة السر بموضوع الوقاية من الانتحار هو الوعي والترصد الباكر لحالات الانتحار وعدم إهمالها. يعني دائما الشخص المقدم على الانتحار أرسل رسائل سابقة بيكون في ولكن تم إهمالها. وبالعكس يعني أحيانا ممكن شخص تكلم عن فكرته بالانتحار تم لومه وعتابه بشكل شديد. نعم. وأنه هذا أنت مجرم وأنت مذنب، ما تخاف على أهلك، ما تخاف على نفسك. فيزيدوا الطينة باللم، يعني نعم. يزيدوا الأمور سوءا. يعني لهذا السبب يعني جانب الوعي لابد من الانصات والتعاطف مع الشخص المقدم على الانتحار أو لديه سلوك انتحاري أو فكر انتحاري. نعم. الانصات والتعاطف، ترك مساحة كافية للشخص للتعبير عن ذاته، مراجعة أقرب مركز صحي حتى لو كان مركز صحي طبي. خطوات التدخل دكتور رح نتناولها في سياق اللقاء، ولكن من هم المعرضون أكثر من غيرهم؟ الفئات أو الشرائح المعرضة أكثر من غيرها هي هنا يعني إحصائيات عالمية صراحة. صح. يعني نحن كبلدان تختلف من بلد وبلد، ولكن نعم. يعني نقدر نقول إنه الانتحار هو من الأسباب الثلاثة الأولى للوفيات ضمن عمر 15 إلى 29 سنة. نعم. الفئة الشابة هي أو الفئة الشباب هي أكثر الفئة المتوسطة، وذلك بسبب ظروف الحياة، همومها، طبيعة الضغوطات الحياتية الموجودة. دكتور، هل الفئة الشابة ترصد بشكل دقيق مجتمعنا؟ نعم، داخل مجتمعاتنا من العمر 15 بشكل خاص، لأنه قد تختلف الفئة من مجتمع لآخر. 25 35 هناك ذروة صراحة للإصابة بحالات الانتحار. نعم. أحيانا في خصوصا بالدول الغربية في فوق 65 هناك زيادة بنسبة الانتحار، ربما بسبب شعوره بالعبء على الآخرين. نعم. طبعا في كل دولة لها ثقافتها وأعرافها. نعم. دكتور، فيما يتعلق بالنقطة المهمة مسألة المتابعة، التقييم، وكيفية التعامل مع سلوك أو حالة سلوك انتحاري، ما هي خطوات الاستجابة والتدبير؟ وهذا السؤال أختصه بالكوادر العاملة بالمجال النفسي. نعم، مثل ما حكينا أنه أي حالة أو فكرة انتحاري نرجع أول ما يلاحظهم الأهل أو نعم. البيئة المحيطة، ثم اللجوء إلى مركز صحي. هناك كوادر مدربة، هناك استراتيجيات نتعامل فيها مع المريض أو عفوا الشخص المقدم على حالة الانتحار. نعم. أو لديه سلوك انتحاري أو نية انتحار. في كوادر مدربة، يعني كخطوات ممكن نلخصها بشكل كامل. يعني إنه أول شيء التواصل، يعني قبل كل شيء بناء علاقة ثقة مبنية على الاحترام والتعاطف، بيئة داعمة آمنة، ما نترك الشخص لوحده. نحاول إشراك قدر الإمكان مقدمي الرعاية الأهل، لأنه راح يكونوا مشتركين معنا بالقرار كتقييم وكعلاج. تقييم يعني أي اضطرابات نفسية موجودة لديه سابقا غير معالجة، في أدوية عم بياخذها،
هل لديه اضطرابات عضوية؟ يعني ممكن حتى نسأل عن أمراضه. صحيح. يعني أحيانا في بعض حالات الانتحار مرتبطة أيضا بالألم الجسدي الشديد. صحيح. في مرضى يعني مشان ما نوسع الأمور، في مرضى سرطان. صحيح. في مرضى يتعرضون لمشاكل بالكلى، يتعرض لآلام شديدة أو عنده إعاقة شديدة. نعم. فيشعر بالألم والوصمة كذلك. نسأل عن الظروف يعني. صحيح. طبعا هنا البيئة الآمنة تقييد الوصول لوسائل التواصل، وسائل الانتحار. كخط ثاني هو التقييم. نعم. هو أصعب صراحة نقطة. هنا نتكلم نحكي بشكل مباشر عن محاولة إيذاء الذات أو الانتحار. هنا إذا كان فكرة أو خطة حالية بالشهر الماضي بالشهر الحالي. كيف ستعرفون أنتم كمختصين أنه هذا الشخص عم بيفكر بمجرد إيذاء النفس والهروب من الواقع، أم هو في خطة مسبقة وتصميم؟ شو هي الإشارة اللي بتوضح الموضوع يعني؟ سؤال جميل. يعني هو موضوع أحيانا المريض الشخص نفسه المقدم على الانتحار بعد ما يتم يعني عنده أفكار انتحارية أو سلوك انتحاري يتكلم عن نفسه، خصوصا لما نبني على يعني بيئة دعم يعني وبيئة ثقة وتواصل. مقدمي الرعاية نفسهم الموجودين معنا هم يعطونا كذلك معلومات عن كل الأساسيات. إذا كان لديه فكرة، خطة حالية أو خطة خلال الشهر الماضي، أي فكرة أو خطة من خلال الأسئلة رح تعرفوا هذا الشيء. طبعا من خلال الأسئلة والاستجواب والقصة النفسية يعني. معكم إذا الموضوع هو اضطراب نفسي أو موضوع في تصميم وخطة. طبعا هو موضوع معقد. يعني نحن عم نحكي حالات أفكار انتحارية جانب بس بدون ما يدخل بمحاولة انتحار جادة. يعني إذا دخل بمحاولة انتحار جادة وكان هناك حالة طبية باستخدام سلاح ناري أو مبيد حشري أو أدوية معينة أو إدمان، إذا حالة طبية إسعافه لأقرب مشفى. يعني إعطاء الأولوية للجانب الطبي الإسعافي. بعد انتهاء من الجانب الطبي الإسعافي نرجع للمعالجين النفسيين والأطباء النفسيين. نقطة التقييم كمان نحدد شدة الخطورة. يعني هل هو بخطر وشيك بحاجة إلى مراقبة لصيقة أم هو في خطر يعني غير وشيك؟ حسب كل درجة الخطورة نحن نتعامل. تماما. نرجع بالخطوة الثالثة لخطوات الاستجابة والتدبير اللي تتضمن يعني بشكل عام إنشاء بيئة آمنة، حشد الدعم الاجتماعي حوله من أصدقاء مقربين. نعم. مراقبته بشكل كامل، تقييد مثل ما حكينا وسائل للأي هي ضمن طرق التجنب يعني. تماما. كذلك هناك علاجات متخصصة، يعني مثل ما حكينا في كوادر مدربة. يعني في علاجات نفسية، علاج النفسي المعرفي والسلوكي. في العلاج النفسي التحليلي. في عندنا علاج بحل المشكلات. نعم. علاج المهارات، زيادة تعزيز المهارات. نعم. في علاج كذلك بالشفاء. نعم. تركيز على النقاط السلبية والإيجابية لدى الدكتور. هون العلاج يلي بيتم اتباعه لهالحالة اللي تم رصدها بيتوقف وفق كل حالة، بتختلف يعني. طبعا. العلاج السلوكي عن العلاج المعرفي يعني. تماما. كلام جميل. يعني هو في أحيان إذا كان في اضطراب نفسي مرافق كالاكتئاب والقلق، يعني العلاج النفسي المعرفي السلوكي يعني له دور أساسي. نعم. في حالات ذهانية كذلك. حالات الفصام كذلك ممكن يقدموا على الانتحار. دكتور هون بيكون الموضوع هون العلاج المعرفي السلوكي يعني ما له أهمية. نعم. هون بيتم التركيز وفقا لعملكم، التركيز على مسألة علاج الاضطراب الموجود لدى الشخص اللي كان عامل خطر ممكن انه هو يفكر بهذا الشيء، وبالتالي ما كان عنده خطة مسبقة يعني نتكلم عن الإحصائيات، نرجع للإحصائيات. نعم. لأنه 80 يعني في نسبة انه 80 ل 90% من حالات الانتحار او محاولات الانتحار اسباب اضطرابات نفسية. تمام. كالاكتئاب ايوه الاكتئاب 40%. ولكن هي عوامل خطر دكتور. طبعا عوامل خطر. تبقى عوامل خطر. فيما يتعلق بهذه النقطة لنستفيد من الوقت المتبقي دكتور، هناك أفكار شائعة حول المرض قد تكون صحيحة وقد تكون مغلوطة، وأشرت قبل قليل لمسألة الاضطرابات وعلاقتها بالصحة أو العلاقة بين الاضطراب والشخص المقدم على الانتحار. هناك فكرة تقول أن هناك علاقة بين المقدم على الانتحار والصحة النفسية أو الحالة النفسية لديه، ووجود اضطرابات كالاكتئاب والشخصية الحدية تكون سبب أم هو عامل يعني يبقى عامل؟ صحيح. لما نتكلم به شقين السؤال، يعني الصحة النفسية يعني أكثر حالات الانتحار ترتبط بحال ضيق نفسي شديد ويأس شديد. لكن هذا الضيق والنفسي الشديد والألم العاطفي الشديد المؤلم
ربما ما يكون ضمن صورة اضطراب نفسي، مؤشر. ممكن يكون بسبب حاد، خسارة مالية، خسارة اقتصادية، مشكلة قانونية حادة. يعني فالاضطرابات النفسية عامة هي سبب رئيسي لحالات الانتحار. نعم. ولكن ما هي السبب الوحيد، يعني دائما ما نربط حالات الانتحار بالاضطرابات النفسية دكتور بشكل كامل. نعم، قد لا يقدم كل من لديهم أفكار انتحارية على تنفيذها، ومما هذا الأمر مما يجعل للأسف، لا أعلم إن كان هو نقطة إيجابية ولكن هو عامل الصعوبة، أنه لا يمكن تنبؤ بمن سيقدم على التفكير بإنهاء حياته أو لا. طبعا يعني الأفكار الانتحارية جزء مساعد وعلامة تحذيرية مشان إنه نعرف السلوك الانتحاري عند الشخص. ولكن مو دائما هي العلامة الوحيدة. نعم. يعني دائما فيمكن التنبؤ ما تكون معزولة يعني كأفكار انتحارية. تمام. ممكن تكون ضمن صورة عامة، يعني يأس، عواطف، عزلة، مثل ما قلنا سلوكيات متهورة، تقلبات مزاج، تغيرات في السلوك، تغيرات في الروتين اليومي. نعم. والعادات في الأكل، في النوم. فيمكن التنبؤ. نعم. مو كل شخص لديه أفكار انتحارية يؤدي إلى الانتحار، ولكن ننظر الأفكار الانتحارية دائما كمؤشر إنذار. مؤشر إنذار. أيوة، تدخل والمساعدة. دكتور، النقطة الأخيرة سنحاول أن نستفيد من الوقت المتبقي عدة دقائق فقط. هل من طرق للوقاية أو طرق تجنب أن يصل الأمر مجرد التفكير لخطة وفعل، وما العوامل التي قد تساعد لحماية المقدم على الانتحار؟ لا، نبلش بالشق الثاني، هو عوامل الحماية. قبل ما نتكلم عن عوامل الحماية، مثل ما في عوامل الخطورة هناك عوامل الحماية. عوامل الحماية هم البيئة المحيطة، هم الأهل، الأسرة، المدرسة، الزميل، الصديق المقرب. نعم. يتعاطف مع الشخص، ينصت إليه، يعطيه مساحة، يراجعه لأقرب مركز صحي. نبعد عن الوصمة والإصدار الأحكام تجاه أنه أنا بدي أروح على مركز صحي نفسي. فلا بد من نتجاوز هاي النقطة صراحة. تماما. خصوصا من شعارات منظمة الصحة العالمية الأخيرة تغيير السردية حول موضوع الانتحار. لازم نتكلم عن أي اضطراب نفسي أو انتحار بشكل شفاف وصادق كمرض وليس أي تمام. هو في حتى بعض الاضطرابات النفسية اضطرابات يعني حتى في تعريف أخرى إنه أصبحت عضوية، يعني إنه في اضطراب كيميائية الدماغ. في شخص ينتحر مو بإرادته بشكل كامل. نعم يعني. دكتور، أشرت في بداية اللقاء لنقطة كتير مهمة ستكون هامة جدا لو تم تطبيقها بكل الأماكن. يعني مسألة أن يتم التعامل مع قسم الاستشارات النفسية والاختصاصات النفسية كقسم رئيسي موجود ضمن المشافي. نعم. والمستوصفات والمراكز. تمام. يعني تمام. هو حاليا هي الخطة متوجهة بمنظماتنا. نعم. الدعم الإنساني، يعني جعل الخط النفسي، خط العلاج النفسي موازي للخط الطبي. متكامل. يعني أحيانا يصير متكامل، يصير حالة من طرف هذا للطرف الآخر. نعم. يعني ونشر ثقافة الصحة النفسية بعيد عن الوصمة وإصدار الأحكام، وأن أنا رايح على مركز صحة نفسية أنه أنا مصاب باضطراب نفسي شديد، أنا معناته أنا مصاب بحزن، مصاب بيأس، هاي شغلة بسيطة أنا ممكن أتعالج منها. لا، أنت مصاب بشيء مهم. ما في مشكلة أنك تطلب المساعدة، أنقذ حالك. يعني. نعم، أطلب المساعدة. أنا مصاب بالأعراض النفسية مثل الأعراض العضوية، يعني أنا أطلب المساعدة. مثل ما أصاب بألم، أصاب بضيق نفس، كذلك أصاب بألم عاطفي شديد، أصاب بعزلة، أصاب بيأس، أنا أراجع أقرب مراكز صحية. نعم. نعم. دكتور، لنتناول أهم الطرق التي تجنب وما المطلوب ومن من، يعني سواء على مستوى المجتمع أو على مستوى الفرد، وهي تتكامل مع فكرة مسألة العوامل التي تساعد للحماية. هم نفس الأشخاص اللي بينطلب منهم التدخل. وما أهمية، يعني كمان نكمل السؤال، ما أهمية دور الإعلام في هذا الأمر؟ صحيح. الصراحة المطلوب هو مثل ما حكينا الوقاية، والنقطة الوقاية هو الوعي والترصد الباكر الأولى وطلب المساعدة. مطلوب يعني بشكل كبير، يعني مطلوب على مستوى المجتمع تقييد الوصول، والمؤسسات المحلية تقييد الوصول لوسائل الانتحار عبر قوانين خاصة. يعني أكثر أسباب الانتحار هي السلاح الناري. يعني بالولايات المتحدة الأمريكية 50% من حالات الانتحار تتم بسلاح ناري، وهي تعمل على تقييد الوصول لهذه الأدوات. في كمان المبيدات الحشرية. تمام. يعني عدم الوصول للمبيدات الحشرية إلا بترخيص أو كذا، هاي مواضيع قانونية. تمام. يعني لابد من تقييد الوصول لوسائل التواصل. المطلوب أيضا دعم منظومات الصحة العامة والصحة النفسية، تدريب الكوادر. المطلوب كذلك على مستوى المجتمع والمؤسسات المحلية إنشاء خط ساخن
أحيانا في بعض الدول العالم أنشأت خط التواصل المباشر للذين يطلبون المساعدة. نعم. يعني مو ضروري أنا أزور المركز، ممكن أنا اتصال أو هاتف أو يوجهني باتجاه أي مركز صحي. نعم. المطلوب على مستوى الفرد، يعني الفرد نفسه المقدم على الانتحار ولديه سلوك انتحاري هو بحاجة ماسة للمساعدة. نعم. فالمطلوب هو أكثر شيء من البيئة المحيطة به، يعني بالدرجة الأولى. بالدرجة الأولى، لأنه المقدم على الانتحار هو متردد وداخل بحالة نفسية سيئة. نعم. ما نقدر نطلب منه يعني أنه يراقب أو يراجع مركز صحي نفسي إلا إذا كان توفر لديه الوعي الكافي. نعم. المطلوب على مستوى الإعلام صراحة المطلوب كثير، يعني مستوى الإعلام، لأنه نقطة الحل هو الإعلام، وهي حلقتنا كذلك تندرج ضمن حلقات. ونشكركم طبعا على هاي الحلقة، لأنه هي بداية فكرة نشر الخطاب المفتوح والوعي حول هذا الموضوع المحظور. الإعلام له دور رئيسي كذلك بتوضيح الأفكار المغلوطة حول موضوع الانتحار والمواضيع الاضطرابات النفسية بشكل كامل. نعم. إلغاء الوصمة وإصدار الأحكام عن موضوع تغيير الصحة الثقافة النفسية اللي ما بتشجع على الصحة النفسية. تماماً. أهمية دور الرعاية الذاتية يكون في ثقافة تماماً بهذا الأمر. دور الإعلام دور رئيسي صراحة، يعني حتى ممكن إنشاء ندوات إعلامية تثقيفية توعوية على أمراض كثيرة مثل الوسواس القهري، اضطراب ما بعد الصدمة، الذهان، ثنائي القطب أو الشخصية ثنائي القطب. لكم حلقات سابقة مشكورين. يعني هي تصب كلها في مصلحة الوعي والثقافة. وهي نقطة الحل صراحة، يعني الوعي والترصد الباكر للحالات وطلب المساعدة، يعني هي الأساسيات. فهي ممكن نشر هي الأفكار عن طريق الإعلام بحد ذاته، وخاصة الإعلام المسموع. تماما. يعني في كمان في دور عن طريق أكبر. المدارس، يعني المدارس كذلك لها دور رئيسي، الإرشاد النفسي بالمدارس. هناك في حالات انتحار عند المراهقين، عند الأطفال، على عاتق المدارس تقع هذه المسؤولية. يعني في اختصاصات فعالة هي الإرشاد النفسي، يعني كثير مهم يكون موجود بالمدارس. تماما. وتعزيز المهارات الاجتماعية عند المراهقين. نعم. يعني المؤسسات كذلك الموظفين يتعرضون لضغوط نفسية شديدة أحيانا، فكذلك لابد من ندوات حول الرعاية الذاتية. حتى بمجال الأعمال والمؤسسات الإعلامية والمنظمات أو أي مكان عمل بيحتاج أنه يكون في جانب من هالجوانب، الدعم النفسي تماما. والمعنوي والرعاية الذاتية والتعامل مع الضغوطات. صراحة الموضوع مهم، يعني ولكنه متشعب. أنا في حلقة سابقة تكلمت عن موضوع الصحة النفسية بشكل عام. يعني الاضطراب النفسي هو يعني مثل الاضطراب العضوي، والصحة النفسية هي جزء من الصحة العامة. دائما ننظر للأمراض الجسدية نظرة أساسية، ونترك الأمراض والاضطرابات والأعراض النفسية جانبا. نعم. هاي صراحة نظرة مغلوطة، لابد من نشر هاي الفكرة، إنه صحتك النفسية جزء من صحتك العامة. نعم. دكتور بعجالة بأقل من دقيقة، كيف تقيم واقع الصحة النفسية في مجتمعنا في منطقتنا بشكل خاص؟ صراحة يعني الحمد لله في خطوات جادة وجيدة حاليا على مستوى منظمات الدعم الإنساني والمؤسسات المحلية. نعم. مثل ما حكينا إشراك وجعل الجانب الصحي النفسي موازي للجانب الطبي. إنشاء الندوات والحوارات حاليا، المنظمات الدعم الإنساني نشاطات وفعاليات. لكن نحن محتاج للمزيد. المزيد يعني هناك حد الأدنى. خطوات جادة لإنشاء مراكز صحية نفسية ثالثية تعالج أمراض نوعية، التوحد، الذهان، الاكتئاب، مواد الإدمان. يعني نسينا نتكلم عن الإدمان كسبب أيضا رئيسي من أسباب هو أحد أسباب مهمة وعوامل خطر للإصابة بظاهرة الانتحار. يعني صراحة موضوع الانتحار له وجوه متعددة ومعقدة، وخاصة مسألة المواد المخدرة. نعم، لا يمكن اختزالها صراحة لكن وأحد العوامل القوية دكتور كثيرة. يعني بالمجتمعات اللي بيكون فيها نسبة مرتفعة من انتشار المخدرات أو تعاطي المواد المخدرة هي عامل خطر كبير جدا. وأحد الأسباب مو لأنه الشخص يقدم على بتصميم وإرادة على الانتحار، ولكن بتوجهه يعني لينهي حياته. فعلاج هالنقطة بيسهم بشكل كبير بخفض أعداد الأشخاص المقدمين. صحيح، لأنه موضوع الإدمان ممكن مرتبط باضطراب نفسي. تماما. نعم. أو حالة اجتماعية. هو ممكن يكون معزول أو مرتبط باضطراب نفسي. فالإدمان وهو السبب الثاني حتى بعد الاكتئاب. نعم. دكتور، بختام لقائنا إذا بتضيف أي شيء أو بتحب تقول أي شيء تفضل. والله هي رسالة للجمهور وللسادة المتابعين، أنه أنت لست وحدك،
ممكن انك تطلب المساعدة في اي لحظة من اي مركز صحة عامة او صحة نفسية. مواضيع الصحة النفسية لابد انه نبعد عنها موضوع الوصمة والخوف من العار، انه انا راجع اي قسم صحة نفسية. موضوع الانتحار يصيب جميع الاعمار، جميع الفئات العمرية وجميع الشرائح. ممكن لديه مؤشرات وممكن بدون مؤشرات. نعم. غالبا في مؤشرات. نعم. لابد ننظر لهذه المؤشرات كعلامات تحذيرية. نعم. لابد أن نكون متعاطفين مع أي شخص مقدم على الانتحار أو لديه سلوك انتحاري، متعاطفين وليس معاتبين من جانب أو آخر يعني. لازم نتيح فرصة للتحدث بشكل سلس وطلاقة لأي مريض يعاني من ضيق نفسي شديد. ونقول هذا الكلام للأشخاص نفسهم اللي عندهم أفكار، وحتى يعني نفسه الشخص يعني ونفسه للبيئة المحيطة. أنا صديق لصديقه، زميل لزميله، أخ لأخوه، أو إذا كنت حتى بتسمعنا وعندك هيك أفكار. نعم. الابتعاد عن اللوم والعتاب نعم. لأي مشاعر إحباط أو يأس، ومراجعة كوادر متدربة، يعني مراجعة قسم الصحة النفسية. هناك أطباء نفسيين، هناك علاج دوائي. ممكن نحن نعالج الاضطرابات النفسية في مراحل باكرة. مو ضروري دائما تصلنا الاضطرابات النفسية بمراحل متقدمة. نعم. كثير شكر لك دكتور جمال أحمد، الأخصائي النفسي، كنت معنا بالاستديو وتناولنا موضوع كثير مهم. وكثير شكر لكم مستمعي ومتابعي إذاعة بوير اف ام. كنا معكم في لقاء خاص للحديث حول موضوع هام وهو الوقاية من الانتحار. تم إنتاج هذه الحلقة بدعم من منظمة دولية. كنت معكم من وراء المايك شف حسن. إلى اللقاء.